تعالى بقى النهاردة علشان أعرفك شوية حاجات عن المكنة ال2660 ديت أو ال261 أو الكيوسيرا الألوان أو التريانفا ألوان. أحب بقى أديك شوية معلومات سريعة كده عن المكنة ديت وأعرفك بالظبط هل هي كويسة ولا هل هي مثلا فيها مشاكل أو مناسبة إن أنت تجيبها مثلا أو تجيب ريكو ألوان. أحب أقولك إن المكنة دي بجد من أسوأ المكن اللي نزلته شركة تريانف أو شركة كيوسيرا. المكنة دي لما بتفتح في المشاكل يعني ما بتقفش، ايرورات كتير جدا. دي اول حاجة. فيها مشكلة في موضوع الحبر، لما بيتعلم ان هي عايزة حبر بتفضل ثابتة حتى لو جبت لها علبة حبر جديدة، يعني فيها مشاكل كتير بتظهر. فلو هتقولي مثلا اجيب كيوسيرا الوان ولا ريكو، احب اقول لك ان ريكو افضل طبعا بكتير في موضوع الالوان، انما في الابيض واسود الكيوسيرا ممتازة جدا. وانصحك ان انت ما تجيبش المكنة ديت ال 261 او المكنة ال2660. افضل انك ما تقربلهاش. اول حاجة بس عايزك تعمل اشتراك في القناة وتصلي على النبي عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله هتابع معاك. لو حابب تسأل على نوع مكنة كويس تجيبه للبيت او للمكتب او ايا كان للتصوير او للمحل، هساعدك في كل حاجة. مع السلامة عليكم.